السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في برنامج أمثال حسانية على منصة وكالة الأنباء المستقلة. يقدم حكمة اليوم من التراث الحساني مثل الخاسر ما يجاد فيه، لتسليط الضوء على قيم التسامح وضبط النفس في حياتنا اليومية. الخاسر ما يجاد فيه. يضرب هذا المثل في الحث على التسامي عن الأمور السيئة وتجنب الدخول في المشاحنات والخصومات التي لا طائل منها، وهو دعوة صريحة إلى ترك مقابلة الإساءة بمثلها، وعدم الانجرار وراء الاستفزاز أو الرد على الأذى بالأذى، لأن الخاسر الحقيقي هو من يسمح لنفسه أن يستدرج إلى مستوى السلوك السيء. ويعكس هذا المثل قيما أصيلة في مجتمعنا، مستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يحث على العفو وكظم الغيظ والإحسان إلى من أساء. فالتسامح ليس ضعفا، بل هو قوة نفس وسمو في الأخلاق، وبه تصان الكرامات وتستقيم العلاقات، ويعلو شأن الإنسان في دنياه وآخرته. مشاهدينا الكرام، إن العمل بهذا المثل يرسخ ثقافة الاحترام وضبط النفس، ويجعل من الأخلاق الرفيعة منهجا في التعامل، فيسمو الفرد بنفسه ويرتقي المجتمع بأسره.